5 جمل بنقولها كل يوم بحسن نية، فاكرين إننا بنواسي أو بننصح. بس الجمل دي حرفيا بتكسر نفسية اللي قدامك وبتحسسه إنه لوحده. بعد الفيديو ده هتراجع كل كلمة بتقولها وهتعرف إيه البديل اللي يطبطب بجد. لو أول مرة تسمعني، أنا سيلة وبحكي لك عن علم النفس اللي بنعيشه كل يوم. الجملة الأولى: معلش غيرك حصل له أوحش. بتقولها عشان تهون عليه، بس اللي بيوصل للطرف التاني مشاكلك تافهة واسكت. انت كده بتلغي وجعه وبتقوله مش من حقه يحس. البديل اللي المفروض تقوله: انا حاسس انك موجوع وده حقك وانا جنبك. الجملة التانية: انت حساس بزيادة. دي ترجمتها ان المشكلة فيك انت مش في الموقف. بتخلي الشخص يشك في نفسه ويحس ان احساسه غلط، ومع الوقت هيبطل يعبر عن مشاعره اصلا. البديل انك تقوله: شكل الموضوع ده أثر فيك قوي، تحب تحكي لي؟ الجملة التالتة: أنا كنت فاكرك أقوى من كده. الجملة دي بتهد الثقة بينك وبينه جدا، بتخليه يحس إنه خذلك وإنه ضعيف. القوة مش إننا ما نقعش، القوة إننا نقوم بعد ما نقع، والجملة دي بتمنعه يقوم. البديل إنك تقوله: أي حد مكانك كان هيتعب، وكونك بتحكي لي دلوقتي دي في حد ذاتها قوة. الجملة الرابعة: بطل دراما. الجملة دي بتقتل أي تواصل، بتقفل الباب في وشه وبتوصل له رسالة إن مشاعره ملهاش قيمة عندك، وبعدها مش هيحكي لك تاني أبدا وهيدور على حد تاني يسمعه. البديل: اسكت خالص، ولو مش هتعرف تطبطب ما تكسرش. الجملة الخامسة: ما كنت تعمل كده من الأول. الجملة دي جلد للذات. الجملة دي جملة الجلد، بتيجي بعد ما المصيبة حصلت، ملهاش أي لازمة غير إنها بتحسسه بالغباء والعجز. هو خلاص عرف غلطته، مش محتاج إنك تأكد عليه، محتاج حل أو طبطبة. والبديل تقوله: خلاص اللي حصل حصل، هنحلها إزاي دلوقتي سوا؟ الخلاصة: الكلام سلاح، يا تبني بيه يا تهد. وال5 جمل دول هدامين. قبل ما تنصح أو تواسي، اسأل نفسك: هو محتاج حلول ولا محتاج حضن وطبطبة؟ 90% من الوقت بيكون محتاج حضن وطبطبة. قولولي في التعليقات أنهي جملة من دول بتتقالك وبتوجعك أكتر. شكراً.